تخيل يا صديقي إن اللي واقف قدامك دلوقتي هو إيلون ماسك، واقف على خشبة المسرح ماسك المايك وبيخطب في الجماهير، وبيشرح لهم إزاي يتحملوا الضغوطات الحالية، الخسارة، الفشل، الديون إلى آخره، اللي بيمروا بيها إلى أن يصلوا إلى أحلامهم. غير كده ما تبدأش وخليك مكانك. كلام مباشر مفهوش حكمة عميق ولا حاجة جديدة، وأكيد سمعته قبل كده بصيغ متعددة. بس الغريبة بقى إن الكل ساكت، الكل مركز، الكل مقتنع. طيب خلينا في نفس المشهد، نفس الكلام بنفس الطريقة ونفس الشخص، بس المرة دي إيلون ماسك بعد ما أعلن إفلاسه. هل هيكون نفس عدد الجماهير؟ طيب الجماهير الموجودة هتكون فعلا منتبهة ومصدقة زي الأول؟ الإجابة طبعا لأ. وهنا يا صديقي لازم تعرف إن دي سطوة المال والجاه على النفوس، وإزاي بتخلي الناس تميل للاستماع لقول الغني أو صاحب المنصب، حتى وإن كان مكررا أو أقل منطقية من غيره. والسؤال هنا بيقول: ليه بتقتنع أول ما بنعرف مين اللي بيقول، مش إيه اللي بيتقال؟ عشان نفهم أصل الحكاية لازم نرجع للقرآن اللي كشف النفس البشرية من قبل. هل تذكرون طالوت؟ لما ربنا اختاره يكون ملك على بني إسرائيل كان ردهم إيه؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بص الكلمة، معهوش فلوس يبقى ما ينفعش يقودنا. الميزان عندهم كان معوج، بيقيسوا القيمة بالدرهم والدينار. بس الرد الإلهي نزل يظبط البوصلة تماما. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ربنا بيقول لنا إن القيادة والكلام اللي يتسمع مكانه العلم والكفاءة، مش الفلوس. ربنا ما بعتش الأنبياء بكنوز وقصور، بعتهم بسطاء عشان اللي يصدقهم يصدق الحق اللي معاهم، مش الذهب اللي حواليهم. والحقيقة دي هي اللي خلت شاعر من شعراء العصر العباسي زي أبو العيناء كاتب أبيات بيقول فيها: إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالة، وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالة. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتاله. كلام يأكد لك إن الدراهم بقت هي اللي بتلبس الناس هيبة وهمية، وبقت هي اللسان اللي بيخلي الكذب يبقى صدق في عيون الناس والعكس. طب ليه بنعمل كده في نفسنا؟ علماء النفس بيقولوا إن في حاجة اسمها تأثير الهالة. دماغنا بيضحك علينا. لما بنشوف حد ناجح ماديا بنفترض تلقائيا إنه ناجح في كل حاجة تانية، فنسمع نصيحته في الجواز وفي الدين وفي التربية أو حاجات تانية، وهو أصلا ممكن يكون ما يعرفش معظم الحاجات اللي بيتكلم فيها. إحنا بنربط بين النجاح المالي والذكاء المطلق، وده أكبر فخ بنقع فيه. إحنا بنشتري البرستيج بتاع الشخص وبننسى نراجع الكلام اللي طالع من فمه هل هو منطقي ولا لأ. والوضع دلوقتي بقى أصعب مع السوشيال ميديا. بقينا بنشوف ناس بتتصور جنب عربيات مش بتاعتها وفي أماكن بيوتها عشان بس تاخد صك المصداقية من الجمهور. وللأسف في ناس كتير بتصدق وبتمشي وراهم مغمضة لمجرد إن الصورة حلوة والفلتر مظبوط. خلي بالك، اللي بيشتري ودانك بفلوسه هيبيعك بكرة بجهله. ربنا حذرنا من النوع ده من الناس: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بس هم في الحقيقة زي الخشب المسندة، مفيش وراهم جوهر. وحتى لو كان كلام إيلون ماسك كما ذكرنا في المقدمة صحيحا ومفيدا، فإن السطوة المالية داخل عقولنا هي التي تمنع من أن يتم محاسبته أو مناقشته أو حتى مراجعة ما يقول. الجمهور لا يقول هذا رأي هل هو صواب، بل يقول إيلون قال هذا إذن هو صواب، وهذا ما يفعله بك: تغلق البصيرة وتطلق البصر. في النهاية يا صديقي، الفلوس مهمة عشان نعيش، لكنها أبدا مش مقياس عشان نفكر. اسمع الكلام لأن الكلام فعلا صح، مش عشان اللي قاله راكب عربية غالية أو بس لمجرد إنه لابس كويس. قيمتك الحقيقية في العلم اللي في عقلك وفي الأدب اللي في خلقك. الفلوس بتروح وتيجي، لكن الحق بيفضل هو اللي باقي. زين الكلام بميزان ربنا مش بميزان الناس، عشان ما تلاقيش نفسك في الآخر ماشي ورا سراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان كل أسبوع يوصلك فيديو جديد يفتح عينيك على حاجات كنت فاكرها عادية وهي مش عادية.